في صلاة خاصة صلاة الفجر الله سبحانه وتعالى أكبر. خالي محاجة لواء أيضا وصلاة هذا كتب مروحية لو دقيقين عن أتيشن كي نمسو جيديو ما جبتو كتاب قيمي إنسان في آذك وكون القرآن كوجه يعني قيمة إنسان كولي بني آدم كرامديس شرفتيس تاريخديس مستقبلكيس ماشي وقيمة لصوت هذا الوجه ماشي وصعو أنت أصلا واحد قاكيس قرآنك وحنا نسينيا وحنا human psychology ورمزته society هذا في نسب بني آدم وحيو define كريان سيابك لدول قاكيس عن especially قارنا أما وضمات البيت العالم يكون سي فيزيكالي ومادة بس هو ديفاين كريه هذه قليها بيولوجي ومكتب العالم ديفاين كريه هذه الحليه وهم كيميكالز ومعرض سيلز جيتكي ديجي وحاصل كفكريا قليها لقالها مرتب العالم وحكى في ريال لعبت السوق اليوم كل شيء هذا صاحب السوق المشقين يقف بس ديسبوزبل والغنية وهذا خوف من التخلص لا تشقين حتى قف وينزل الشقين وتبرد محسن يعني بس كنت رزونا السياسيين ترى الآن وحفظوا صوبهم إنه عضية يعض بس وأنت السياسيين الآن وحول قيمة لي مركز السوق على إلكشن سيزون كسمة مركز حليل دارشون بيكون إيمانيا حليل أصلا مقدمة بالآن قيمة لكن قرآن هذا في الإسلام أركز الله سبحانه وتعالى بالآن كمركز القيمة كضعيف كغني كفقير يعني قف القرآن كأخي وحكيلي كامليسي عزليسي شرفتيسي وحمرك الأيام سؤال إلهي وديني وبني آدم وأنا سؤال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا أيضا بلغة في إخواني إلهي وحليه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه يعني حال حصص تال إلهي ممكن ما رأيت به يعني السجود أو قرى بني آدم يا آدم قرى خصائص إلهي سيء كرامة إلهي سيء يقول أنه هو يقرأ أن كان إبليس يسمى مدينة بني آدم بشرفت إليه قيمه إليه إنه قرأ يعني identity إليه معسم يمرك ففسق عن أمر ربه إبليس أمر إلهي مكبح وعاصي إلهي مركو حليه مقف إذنك إذن ديدي كلامذيني وعلم إذن قطعة وخسار إذن الرب أفتتخذونه وذريته أولياء وإبليس يوحى كفر عمل مئات الإنسان صاحبه من دون إله كسبه وهم لكم عدو حقيقة جدا وحوه وعدو إذنه يعني مثل أقف بالآدم المسك حريسة عدو بس صاحب كده أنا مياجي ما روش عدو وحده فيه يعني لا يحبيه يحملك تتكساس سمينيا وإلهي شرفي كلامه السيئ أبو ري كله حاليا وإبليس يدريدي سراعي الشيطان يدريدي سراعي إلهي يحبيه كواس بئس للظالمين بدلا وحا حماضي أو فر حماضي choice اختيارك بدلك أي قاضنيان قليها ظالمين تعالى وحكو حتى آية كده ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم آية إيران وحيكون إنسان باطلك تذكر قارقود إبليس راعي أو ربني آدم كشرفت إلهي سيئن وكانك قاضان بالآدم كمقدمة إنسانين يكوي عيان جدك توصنا إلهي سبحانه وتعالى وابتلك عليه يعني هذا غرب يسار رجل بيتك وحالي هذا قال لنا وحقوه الرئيسي أما الحاد إلى الإثيزم كله مركي صوبح الأرتنا بحيسا ما أرتين كل دي جري درومن أما إيفولوشن كان وليس بني آدم وحيوان في مادة إن بقوا مادة رجل ولد يبغى آمن سنة يبغى النصارى أها آمن سنة إلى سبحانه وتعالى بني آدم كله أو بني آدم كفر عمين نكرم باي مادة وحب حيه مكان يسردوه بقر حيه الآن وأصل قوض حكيمة مكان يسر حيوان وحي باي آمن
وحال هذا مركه تاس آمنين وباللوغي دين درده iyo maaragtay ilxaadka Yurub kadibna Mareykan ay mudanaysa u soo gashay inta saada theory-gaas hadda challenge badan scientific la galay oo hadda mudanaysa Mareykanka khaasatan dadka hadda la socda debate science-ka waxaa moodaa inay taas hadda ay sii dhammaanayso laakiin waxaa ka wadaa dadka evolution ama theory-gaasi qaatay waxaa baabi'inaysa aayaddan ama ashhadu khalqa samaawaat ama Darwin ha noqdo ama nin kale ha noqdo qof intuu yimaado hadda dhahaya bini'aadamka asalkiisii anaa ka warrami يسي أودس ما إلهي مفيري مرك إلهي عركي مرك أبوري مس إلهي معرك مس الجوجوب وكا إلهي مرك بن آدم أبوري وسؤال يسودي سمع إلهي حلي ما أشهدتهم خلق السماوات تلك إسكود بن آدم كأصل قوضي إلهي كو عيان وتلك أي خلطاني بن آدم كميشي كي مادين إلهي مخراتي موسى كأجين تلكاس جوجوب لما يسن كأهين مرك إلهي عركي مرك أبوري نفتض إلهي مرك أبوري نفترض إلهي مركو أبوري مركو آية فعلا قفك مركو أخي تعجبي يعني قفك من وحي كلا حضر إلهي سبحانه وتعالى وألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير كلا حضر أو قاتلين بالآذن وقت يركبنا عقل يسيبنا إنه مجرنا يساوحه وأمن سيئة من نظرية يحاصل بالآذن وقصة بشأن مقاتل إلهي سبحانه وتعالى يكون كالأبوري ابن آدم كأبوري خلق الأبورين إنه كلا حضر تلكيسي waxay tusinaysaa marka la su'aashiisu aayadda ku horeysa aayaddan oo ahayd afatattakhiduunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duuni ma ibliis iyo dadka farcamay oo bil'aadan xataa ku jira dadkaba inay waciyaan oo baadiyaan miyay ayaa saaxiiba ka dhiganaysaan وبئس للظالمين بدلا aayadkan walaalayaal waxay tusinaysaa marka qofka hadduu rabo inuu sharaftiisa iyo karaamadiisa iyo cizigiisa inuu ilaashado waxa keliya uu hoos xarsan karo waa qur'aanka kariimka weeyaan القرآن الكريم كوية. Just brothers, inshallah ta'ala, and sisters in the back, a reminder about the two ayat that we read in the Fajr prayer. The first ayah, Allah subhanahu wa ta'ala speaks about the dignity and the honor of the human beings. You will never find any other book that honors and elevates the human dignity and the value of the human being more than the Quran. More than the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala speaks about the origins of the human beings and the creation of Adam. Allah subhanahu wa ta'ala says, and remember when Allah subhanahu wa ta'ala said to the malaika, to the angels, Isjudu li Adam, prostrate to Adam, recognize his honor and dignity and the order. But the one that refused is Iblis. Then Allah says, do you obey Iblis, who is your enemy? Do you obey Iblis and his allies? And do you leave Allah subhanahu wa ta'ala, the one that created you, that honored you, that gave you the dignity? What a bad choice. I mean, if you think reasonably, you will never choose your enemy as your friend. So Allah says, why would you choose Iblis and his allies as your friends? Besides Allah subhanahu wa ta'ala, you live in your friend, you live in your creator, you live in Allah ar-Rahman, the most compassionate, the most merciful. Do you leave that and you follow your own enemy? That's preposterous, that's against logic. Even we speak that from our own human experience. But then Allah says, what a bad choice for the wrongdoers. Then the next ayah, my brothers, sisters, it really destroys what we find in the Western countries of theories, assumptions about the origin of the human beings. We know that we all go to public schools and they teach this in biology, they teach this in science classes about the origin of the human beings, they talk about evolution and others. What destroys all of those assumptions is this ayah. Allah says, مَا أَشَدْتُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ. No one was there in the beginning of the creation. No one was there as a witness when Allah was creating the heavens and the earth. And no one was there as a witness to the creation of their own selves. So no human being can give us an accurate history of the origin of the universe of the human being. The only kitab, the only source that will give us an accurate evaluation and an accurate history of the origin of the universe and the human beings is the Quran. Allah says, مَا أَشَدْتُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ.
No one was there as a witness. These are assumptions. But then remember, Allah says, إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. Assumptions and theories, it will never replace the truth. إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. So we have the Quran, that is the truth. And we have assumptions that comes from the people, theories. We choose the haqq because we know that nothing can substitute and nothing can replace the haqq and the truth. Assumptions will always be assumptions, but the truth will always be the truth.